الحلف أنا دايما بتكلم عن الحلف، دي مشكلة كبيرة عند البائع والشاري. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن بيعكم يعني يشوبه الحلف واللغو، يعني بتكذبوا أو مثلا وتحلفوا بالله، فشوبوه بالصدقة، يعني حطوا كده في الصدقة عشان ربنا يبارك لكم في البيع والشراء ويزود التجارة. الحلف ده مشكلة كبيرة بنقابلها في السوق بتاعنا والله العظيم. أيوة. يعني يجي تبيع له مثلا الشيء ده هو كاذب وانت عارف انه هو كاذب وبنشتريه، طب انت ده رزق اصلا، انت ليه تبيع سلعتك بالكذب او بالحلف؟ يعني ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، هو مصر والله العظيم دي بكذا، حلف بالطلاق. يعني طلاق، ايه دخل زوجتك في الموضوع؟ انت اصلا بتبيع وتشتري. طيب هنا في جزئية مهمة جدا، لان فعلا زي ما حضرتك قلت ان في تجار كتير لازم بيحلف ايمان ولازم بيحلف بالطلاق. طيب هنا بقى لو في مثلا هو حلف بالطلاق على حاجة معينة والحاجة ديت ما طلعتش فعلا في المنتج، مثلا ان قال لي ان المنتج دوت عليا كذا انا ضامنهولك وجودة عالية وي وي وي، انا راجل خدت منك المنتج وسافرت لقيته عكس اللي انت قلت لي فيه تمام، انا ما رجعتلكش، بس اللي انت حلفت عليه هنا ده مش صح. هل هنا بقى يحصل فعلا يقع الطلاق فعليا؟ على حسب، ممكن يقع، يعني على حسب الصيغة والنية ممكن يقع، وحتى لو ما وقعش احنا عندنا قاعدة بتقول يمين الطلاق يمين الفساق. الفساق هم من اللي دايما على لسانهم الحالف بالطلاق. بس انا بشتري وبيع، انت بتبيع، ايه دخل زوجتك في الموضوع؟ ليه تدخل حياتك الاسريه وتدخل اولادك وتخلي فيه حرمه يعني او شبهه في زواجك وفي اسرتك؟ ايه دخلك؟ ما انت ربنا قدر لك الرزق، شئت اما بيت هتبيع او هتشتري وهتكسب، فليه دخل زوجتي او دخل ربنا ليه؟ والله العظيم وانا عارف انك انت كاذب وانت عارف انك انت كاذب. ده يمين غموس، الغموس اللي هو يدخل صاحبه النار. اليمين الغموس اللي هو من حلف على شيء يعلم أنه هو كاذب، يعني والله العظيم هي بكذا، فلذلك النبي حذر منه، يعني قال إن بيعكم وشراءكم يشوبه الحلف فشوبوه بالصدقة. دائما يطلع صدقة لله عشان ربنا يبارك لك فيه. ده كان يعمل سيدنا عبد الرحمن بن عوف برضه.